مش بيحصل معانا كلنا إننا نشوف إعلان عن جزمة رياضية الصبح وبعدين نلاقي الإعلان ده بيطاردنا على فيسبوك وإنستجرام طول اليوم؟ طب إيه السر ورا الموضوع ده؟ هو ده بالظبط اللي بنسميه التسويق الرقمي أو الديجيتال ماركتينج. بس السؤال المهم هنا، هل هو مجرد شوية إعلانات بتجري ورانا في كل حتة، ولا ده علم كامل ممكن يخلي أي بيزنس يكبر بسرعة الصاروخ؟ في الشرح ده هنفكك القصة دي حتة حتة وببساطة شديدة. طيب، خلينا نبدأ بأول حاجة وأهم حاجة لازم نعرفها. التسويق الرقمي ده أكبر بكتير من مجرد إعلان بيطلع لنا فجأة. تعالوا نفهم بالظبط هو إيه. بكل بساطة، بدل ما نعلق إعلان في الشارع ممكن ولا واحد من الناس اللي عايزين يشتروا مننا يعدي فيه، التسويق الرقمي بيحط الإعلان بتاعنا في الشارع اللي كل عملائنا عايشين فيه 24 ساعة، اللي هو الموبايل بتاعهم. عشان نتخيل الفرق، زمان التسويق كان عامل زي ما يكون واحد بيصطاد بشبكة كبيرة قوي في المحيط، بيرميها ويستنى يمكن ربنا يكرمه والسمك الصح يجي فيها. النهاردة بقى التسويق الرقمي ده عامل زي الصيد بالليزر، بينشن على الشخص الصح بالرسالة الصح وفي الوقت الصح بالظبط. طيب، الكلام ده بيحصل إزاي بقى على أرض الواقع؟ الموضوع ببساطة عامل زي شنطة العدة، فيها مفاتيح وأدوات مختلفة، وكل أداة ليها استخدام معين. يلا بينا نفتح الشنطة دي ونتعرف على أهم الأدوات اللي جواها. أول وأهم أداة معانا هي ال SEO أو تحسين محركات البحث. فكروا فيها كده كأن الواحد بيوضب المحل بتاعه عشان يكون أحسن وأول محل في أهم شارع تجاري في العالم اللي هو جوجل، بحيث لما أي حد يدور على الحاجة اللي المحل ده بيبيعها، جوجل نفسه ياخده من إيده ويقول له اتفضل، هو ده المحل اللي بتدور عليه. والأحلى من كل ده إن كل ده بيحصل بشكل مجاني تماماً. وهنا بقى بتظهر قوة ال SEO الحقيقية. دي مش مجرد زيارات وخلاص، لأ، دي زيارات من ناس هي اللي رفعت إيديها وقالت يا جماعة أنا محتاج المنتج ده دلوقتي حالاً. يعني العميل هو اللي جاي يدور علينا، مش إحنا اللي بنجري وراه. الأداة التانية بقى دي كلنا عايشين جواها كل يوم، السوشيال ميديا. الهدف هنا مش بس إننا نبيع، لأ، الهدف إننا نبني مجتمع كامل حوالين البراند ونقدم لهم محتوى يخليهم فعلا يتابعوا ويهتموا باللي بنقدمه. يعني نقدر نقول إن السوشيال ميديا هي المكان اللي بنتكلم فيه وبنخلق علاقة حقيقية مع الناس. العلاقة دي هي اللي بتحولهم من مجرد أرقام ومتابعين لعملاء بجد عندهم ولاء للبراند بتاعنا ومستعدين يدافعوا عنه كمان. طيب، لو قلنا إن ال SEO ده عامل زي الزراعة، بياخد وقت ومجهود عشان نزرع ونحصد في الآخر، فالإعلانات المدفوعة دي بقى كأننا بننزل السوق نشتري الثمار جاهزة، بتدفع فلوس بتوصل للجمهور اللي انت عايزه في نفس اللحظة. وهنا بقى القوة الخارقة للإعلانات دي. ممكن نحدد بالملي الإعلان ده يظهر لمين. عايزين شباب في العشرينات ساكنين في القاهرة ومهتمين بكرة القدم؟ نقدر. الموضوع دقيق لدرجة خض، وده معناه إن كل جنيه بيتصرف بيروح بالظبط في مكانه الصح. تمام، كل الأدوات دي عظيمة وقوية جدا، بس من غير بنزين أي عربية مهما كانت غالية مش هتتحرك من مكانها. البنزين اللي بيشغل كل ماكينة التسويق الرقمي دي هو حاجة واحدة: المحتوى. وكلمة السر هنا هي محتوى قيم. يعني بدل ما الواحد يفضل يزعق ويقول اشتروا مني اشتروا مني، هو بيقدم قيمة حقيقية للناس، معلومة مفيدة، حل المشكلة عندهم أو حتى حاجة تضحكهم. فاللي بيحصل إن العميل بيبدأ يفكر البراند ده بيفيدني وبيفهمني، ولما يقرر يشتري طبيعي هيكون هو أول اختيار يجي في باله. حلو قوي كده، فهمنا الأدوات الأساسية. طب ما تيجوا نشوف إزاي كل ده بيشتغل مع بعضه في مثال عملي جدا كلنا بنشوفه: بناء متجر إلكتروني ناجح. في 3 حفر أساسية ممكن توقع أي متجر إلكتروني مهما كان كبير. أولاً، إنه ما يكونش عارف هو بيبيع لمين بالظبط. ثانياً، إنه صفحة المنتج نفسها تكون ضعيفة وما فيهاش معلومات كافية. وثالثاً، إن عملية الدفع تكون طويلة ومعقدة. أي غلطة من دول كفيلة إنها تخلي العميل يزهق ويقفل الموقع فوراً. لازم نفتكر دايما إن صفحة المنتج دي هي الفاترينا بتاعة المحل بتاعنا أونلاين. الصورة اللي جودتها عالية بتخلي العميل كأنه ماسك المنتج في إيده بالظبط، والوصف التفصيلي بيجاوب على كل سؤال ممكن يجي في باله. أما بقى مراجعات العملاء اللي اشتروا قبل كده، فدي أهم حاجة ممكن تبني الثقة وتخليه ياخد قرار الشراء وهو مطمن. طيب، إيه أكبر وأقوى ميزة في التسويق الرقمي عن أي نوع تسويق تاني عرفناه في التاريخ؟ الإجابة في كلمة واحدة: القياس. كل خطوة، كل دوسة، كل مشاهدة بتسيب وراها أثر رقمي. وهنا بقى بتظهر القوة الحقيقية للبيانات.
يعني في إعلان الجورنال مستحيل نعرف كام واحد شافه فعلاً، ومستحيل نعرف كام واحد نزل اشترى بسببه. لكن في التسويق الرقمي كل حاجة متسجلة ومحسوبة بالورقة والقلم. ده بيخلينا نعرف بالظبط إيه اللي بيجيب نتيجة وإيه اللي لأ، وبالتالي نقدر نطور ونحسن شغلنا طول الوقت بناء على أرقام وحقائق مش تخمينات. ودي مجرد عينة بسيطة من قوة البيانات دي. يعني لما نعرف إن 81% من العملاء ممكن يشتروا تاني لو خدمة العملاء كانت ممتازة، ساعتها قرار الاستثمار في فريق خدمة عملاء قوي ما بقاش مجرد رأي وتخمين، لا، ده بقى قرار استراتيجي مبني على حقيقة واضحة. البيانات بتعمل كده، بتحول التخمين ليقين. طيب، بعد ما فهمنا الأساسيات وشفنا الأدوات، السؤال المهم دلوقتي هو إيه بقى الخطوة اللي جاية؟ الخلاصة اللي لازم نطلع بيها من كل ده إن التسويق الرقمي النهاردة ما بقاش مجرد اختيار أو رفاهية. لأ، ده بقى عامل زي الأكسجين اللي أي بيزنس محتاجه عشان يقدر يعيش ويكبر في عالم اليومين دول. هو نظام كامل نقدر نقيس كل تفاصيله فيه، وبقى ضروري وحتمي لأي حد عايز ينجح. وهنا هنسيبكم مع سؤال أخير تفكروا فيه. إيه الفكرة أو المشروع اللي ممكن يتولد ويبدأ النهاردة لو بس استخدمنا أداة واحدة من اللي شرحناهم دول؟ ساعات بتبقى أول خطوة هي اللي بتغير كل حاجة بعدها.